نزلت امبارح الجوابات اللي مؤمن كان كاتبها لي في الازمه وكان بيبعتها لي، كله فضل يقول لي اقراي لنا الجوابات اقراي لنا الجوابات. يلا اهو ده مرقم الصفحه، شغل عالي على فكره. دي صفحه واحد، تاريخ 14/11. يلا ايه يا حبيبتي، يا رب تكوني بخير، انت وحشتيني قوي. انتوا ما تعرفوش انا وقت ما كنت بقرا الجوابات دي كنت بطير من الفرحه وبعيط ازاي. انا تعبت قوي يا سوزي، الناس كلها ضدي وبقيت لوحدي وبطولي. نفسي تبقي معايا قوي، فراقك صعب والله. بحلم بيكي كتير انك خرجتي ورجعتي احسن من الاول. هانت يا حبيبتي وتطلعي. عايزه اقولك انا عملت كل حاجه عشان اشوفك، كل مره يقولوا لي صعب وممنوع. في كلام مقتيت مش هينفع اقراه قدامكم خالص. انا اتبهدلت جامد وكله يهون لاجلك. ومع في حاجات كتير مش عارفه، في حاجات مش هينفع اقراها يعني. انا مخبيش عنكم حاجه، بس في حاجات يعني مش هينفع. ربنا يسترها. وبابا وعمامي كلهم بيحبوكي وبيسالوا عليكي، انا وزعلانين عليكي. هي فتره وحشه قوي. انت اللي انا في فتره وحشه. انا مش فاهمه حاجه. ده خط بذمتكم. انا في فتره وحشه قوي. انت اللي كنت بتهوني عليا. انت اسمي انا مش عارفه اقرا والله، مش عارفه اقرا خطه. انت اللي كنت بتهوني عليا. انت كنت فاهمه الدنيا صح. انت اهلك مش عايزين اجيلك زياره. قولي لهم يا جدعان يا جدعان يا جدعان، بقرا كلام فيه احاسيس ومشاعر. قلت لكم بصور كذا مره اقول حليب والخير حليب والخير حليب البيت ده مش طبيعي. شكرا يا قلب البومه. وللبابا وماما يعملوا لي تصريح عشان مش راضيين يخلوني اجي، وعشان اجي اشوفك. طيب دي اول صفحه. اللي بيطالب ببارت 2 بالصفحه الثانيه يبعت يقول لي من غير ما تقولوا لي. لما اجي اقرا لكم الصفحه الثانيه. هو مرقم ليه؟ ماشي، لا انا هقراها دلوقتي، مش مستنيه بارت 2. كل حاجه عاوزاها اجيبها لك وهفضل معاكي. وحشتني ضحكتك وهزارك ورخامتك. وحشتني يا بيوتيفول. انا استلفت فلوس، هو ليه الشحاته في الموضوع؟ انا بحبك. طيب لما اجي بقى اقرا لكم صفحه 3 و4، انا حاسه ان احنا على الهوا مباشره. هتقولوا لي انت عامله الرابطه دي ليه؟ ما اعرفش. انا هنزل كده، اقسم بالله انا هنزل كده وشعري بصوا من ورا. انا عاجبني كده، عاجبني كده. ايه رايكم في الجوابات؟ اللي هيقول لي بقى مش بيحبك ما بيحبكيش، اعمل ايه يعني؟ عادي لو ما بيحبنيش عادي يا جدعان، مش كل الناس اتحبت يا جدعان. هو انتوا ليه بتوقعوا بينا؟ ليه توقيع؟